شهد طريق السيار الرابط بين مدينتي فاس وماكناس وعلى مستوى منطقة الحاج قدور حادث سير مفاجئ صباح اليوم بعدما سقطت حمولة شاحنة كانت محملة بمواد البناء وسط الطريق السيار. الحادث تسبب في ارتباك كبير لحركة المرور، حيث توقفت العديد من المركبات لوقت طويل فيما عرف المكان ازدحاما خانقا امتد لمسافة عدة كيلومترات. وحسب شهود عيان فإن الشاحنة فقدت توازنها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلاب جزء من حمولتها وانتشارها وسط الطريق، وهو ما شكل خطرا على مستعملي هذا الممر الحيوي. وفور إشعار السلطات انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الحاج قدور إلى جانب فرق الوقاية المدنية الذين عملوا على تأمين محيط الحادث وتنظيم حركة السير إلى حين إزالة الحمولة وإعادة فتح الطريق بشكل تدريجي. وأكدت المصادر ذاتها أنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في هذا الحادث، فيما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية أصابت الشاحنة وبعض الحواجز الجانبية للطريق. وقد تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث، حيث يرجح أن يكون السبب راجعا إلى الحمولة الزائدة أو فقدان السيطرة نتيجة السرعة أو عامل مفاجئ بالطريق. وتدعو المصالح المعنية مستعملي الطريق السيارة إلى توخي الحيطة والحذر واحترام الحمولة القانونية للشاحنات، تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث التي قد تهدد سلامة السائقين والركاب على حد سواء. لا تنسوا متابعتنا عبر قناة RM Today لمزيد من الأخبار العاجلة من مختلف مدن المغرب، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول.